مسجد عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. بني هذا المسجد في الموضع الذي أحرمت منه أمنا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع في العام 9 من الهجرة، لذا سمي هذا المسجد باسمها. ويعرف أيضا بمسجد التنعيم لوقوعه بين جبل نعيم وجبل ناعم أو نعمان، وأيضا يسمى مسجد العمرة. ويقع هذا المسجد في الجهة الشمالية الغربية من مكة المكرمة على مسافة 7 كيلومتر تقريبا عن المسجد الحرام شمالا على طريق مكة والمدينة، وله مكانة خاصة بين مساجد مكة المكرمة، ويعد معلم من معالمها التاريخية. مسجد التنعيم حاليا وميقات المعتمرين من أهل مكة للحج والعمرة، سواء من ساكنيها أو المقيمين يذهبون إلى الحل خارج حدود الحرم، وأقرب مكان للحل هو التنعيم، خاصة لمن أراد أن يعيد العمرة بعد أن أدى عمرة عن نفسه، فيأتي بعمرة عن شخص آخر متوفي أو عاجز فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ويسمي اسمه. ومن أهل العلم من قال أن هذا خلافا للسنة، فالإنسان في السفرة الواحدة يعتمر مرة واحدة ولا يكرر العمرة أكثر من مرة. وهذا المسجد الآن يعد من أحد حدود الحرم الست المواقيت المكانية التي ذكرنا، وهي أولا ميقات ذو الحليفة ويسمى الآن أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرون عليه من غير أهلها قاصدين الحج والعمرة. الجحفة رابغ وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. قرن المنازل ويسمى السعدية ميقات أهل اليمن. ذات عرق ميقات العراق وأهل المشرق ومن حوله. وخامسا يلملم ويسمى السيل الكبير ميقات أهل نجد والطائف ومن حوله، يحرمون من الميقات الذي يمرون به في طريقهم أو من منازلهم من حيث نوى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أمنا عائشة رضي الله عنها بالخروج له للإحرام بالعمرة، أمر خاص في حجة الوداع، كما جاء في الصحيح عندما بعث معها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وأمرها أن تعتمر مكان عمرتها من التنعيم. قال بعض أهل العلم هذا حكم خاص بعائشة رضي الله عنها، ومن يكون مثلها من النساء من أصابها مثل ما أصاب أمنا عائشة رضي الله عنها. أما الرجال فما لهم ولحكم الحائض. ولم يأتي أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالإحرام من التنعيم، ولم يكن هذا من عادة السلف الصالح كما قال الإمام الألباني رحمه الله.